اي صله. يعني اي حاجه نقدر نقول عليها الا انها تعليم. قيمه الموازنه العامه للتعليم في الدوله 62 مليار، من ضمنهم 51 مليار اجور ومرتبات. يبقى انت ما يتم انفاقه على التعليم حقيقه الامر 11 مليار. انفق على التعليم في ايه بقى؟ ايجار المدارس ده لازم يطلع منه، تليفونات المدارس ده لازم تطلع منه ولا غلط؟ الاكل والشرب اللي موجودين والعربيات اللي بتودي الناس، وجزء تاني القصه كلها ما يتم انفاقه على سبوره وكتاب وقلم وكلام من ده لا يتجاوز مبالغ يعني ضئيله جدا. الدستور اللي حدث اليومين اللي فاتوا اللي هو المسوده اللي احنا مفروض يوم 14 و15 يناير ننزل نستفتي عليها، عمل حاجه كويسه قوي عبقريه، لازم نقول ده ونقول ده. الحاجه العبقريه اللي فيه ان والله في 4% من قيمه الناتج القومي يتم انفاقها على التعليم. الناتج القومي 1600، 4% يبقى انا بتكلم في 64 مليار جنيه مصر يتم انفاقه. المفروض الرقم ده خارج رقم الاجور والمرتبات. يعني لان هو النهارده بيقول 64، طبعا حضرتك بتقول 64 مليار ما يفرقوش حاجه على 62 مليار يعني. ما انا بقول لحضرتك الرقم 64 ده ملوش علاقه بقيمه الاجور والمرتبات. المفروض لو انا دخلت ضمن الاجور والمرتبات وقلت ده اصل في فرق بين انفاق على التعليم وانفاق على رواتب موظفي التعليم. عدد الموظفين داخل مصر يا استاذ اسامه 5.5 مليون، من ضمنهم 1.8 في وزاره التربيه والتعليم. ما اقدرش احسب دول ضمن ده داخلين ضمن بند اجور، يبقى المفروض الباقي يتصرف على العمليه التعليميه. طب ما هو الدستور ما وضحش، ما هي دي بقى الحته اللي هم حطوها جوه. هو 4% من اجمالي الناتج القومي مش 4% من موازنه الدوله. لا، اصل 4% من موازنه الدوله كلام فارغ. موازنه الدوله اللي هي موازنه السنه دي لو خدنا الايرادات بتاعت المتوقعه 497 مليار، انفاقات المتوقعه 697 مليار، نقول 700 لما تاخد 4% منهم حضرتك يبقى بتاخد 28. انا باخد من الناتج القومي اللي بيطلع كله، زراعه وصناعه وتجاره وسياحه وخدمات وكله كله كله اللي تنتجه مصر. والمفروض اللي احنا بننتجه ده احنا في وقت ضعيف جدا. يعني احنا انتاجنا ده بالمناسبه كده 1600 مليار جنيه مصري. 1600 مليار تمام، يعني 1.6 تريليون. لما نيجي نحولهم بالدولار على 7 كده حضرتك يطلع احنا بنتكلم في 230 مليار دولار. في دولة اسمها فنلندا عدد سكانها 5 مليون مواطن، فيها شركة عدد الناس اللي بيعملوا فيها 35,000، بتطلع سنويا انتاج. الشركة دي بتعمل محمول وبتعمل برامج وحواديت من دي، بتطلع حضرتك سنويا انتاج 260 مليار دولار. يعني اكتر من موازنتنا واكتر من اجمالي الناتج القومي بتاعنا. هم 35,000، انت سيادتك 85 مليون. هو سيادتك شركه كده قد الاستوديو اللي احنا فيه يعني، واتباعت لمايكروسوفت. بالظبط كده. بنتكلم على نوكيا طبعا. الاستاذ وائل المخرجنا طبعا لانه مثقف جدا قال لي في السماعه انها نوكيا. ما هي نوكيا، بس انا خفت اقول اسم تقولوا لي ده اعلان يا صلاح وادفع الثمن. ما انت بس هو المخرج هو اللي هيدفع الثمن، بس ربنا يوفقه بقى. يلا. فانا بدي لحضرتك احنا. طب في حاجه تاني، احنا حضرتك الناتج القومي بتاعنا المفروض خلال، يعني لو احنا بقى بنحط كلام صح وخريطه صح ودنيا تمشي صح واقتصاد يمشي صح وعاوزين نمشي صح، يعني نبقى نستحق جزء من اللي مفروض احنا ناخده. احنا الناتج القومي بتاعنا 1600 مليار، 1600 مليار جنيه مصر، مش كده؟ المفروض خلال 3 سنوات على الاكثر، اضرب الرقم ده في 3 يبقى 5400. ده يبقى انت برضو ما عملتش حاجه. طب الكلام ده ممكن ولا كلام نظري صلاح جوده بيقوله زي ما الناس تقول لك اصل بيقول؟ لا طبعا، ده مش نظري، ده عملي قوي 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 قوي. ازاي؟ ويمكن في الحديث كده هنقول لحضرتك احنا قاعدين بنتكلم كتير يا استاذ اسامه، يعني بقى لنا فتره بنقول حلول بندي للناس. الحكومات نايمه. النهارده حضرتك من يوم الثلاث 25 يناير 2011 حتى اليوم، النهارده لو قلنا اعتبرناه حتى يوم 15 احنا كمان ربع ساعه ولا بتاع، يعني احنا بنتكلم حضرتك في 1040 يوم.
مش كده؟ 1045 يوم. ال 1045 يوم ايه الناتج بتاعه؟ ايه العائد بتاعه؟ الناس نزلوا عملوا ثورات، وقفات احتجاجيه، حبسوا رئيسين، عملنا كذا، اطلع انزل